يا مساء السعادة وسكر زيادة على عيونك يا ست الكل، يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونك. طبعا جو حر، حر نار بطريقة فظيعة. مجرد كده ان انا ادخل المطبخ واشوف البوتاجاز قلبي بينقبض يعني بجد بجد والله. قلبي يوجعي، فبقول مش عايزه اخش المطبخ، بس هعمل ايه؟ لازم نخش ولازم نطبخ علشان الاطفال كده والاولاد وزوجك وكل الناس الحلوين، فلازم نطبخ. فقررت ان اعمل حاجه بسيطه وسهله كده وسريعه متاخدش معاكي وقت وكمان طعمها خطير. هنجيب صينيه، طاسه، حله اللي عندك استعمليه. هنحط فيها قطعه من الزبده ونحط معاها زيت. ليه بنحط الزيت؟ عشان نلحق الزبده انها ما تتحرقش. تمام، كلنا طبعا عارفين الموضوع ده. بعد كده تكوني مقطعه اللحمه قطع صغيره. ليه؟ ممكن تسيبيها كبيره براحتك، بس بحب اقطعها قطع صغيره عشان خاطر تستوي بسرعه، وعشان برضه لما نيجي ناكلها منحاولش نقعد نقطع بقى بالمعلقه مرتين او ثلاثه ولا حاجه، لا هي مره واحده وكفايه. هنقطع القطع الصغيره زي ما انتم شايفين وهننزلها على الزبده تكون سخنه عشان تتصدم على طول اللحمه بتاعتنا والمسام بتاعتها تتقفل وتبقى طعمها حلو وطريه لما تيجي تاكليها. هبتدي دلوقتي هقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد نفس اللون اللي خدته من تحت. تمام تمام، حلو قوي كده. بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نرش عليها شويه البهارات بتوعنا الحلوين. اول حاجه هتحط شويه سكر. السكر ده بيسرع السوى وفي نفس الوقت بيدي تسكيره حلوه جدا. فلفل اسمر، ودي حاجه لازم مع اي لحوم. فلفل اسمر، شويه قرفه صغيرين، لو بتحبيش طعم القرفه ما تحطيش. حبهان مطحون. طبعا جوز الطيب برضو لو بتحبيش جوز الطيب ما تحطهاش. هنقلب التقليبه التمام زي ما انتم شايفين. هتقولي فين الملح؟ الملح ما تحطوش الا في الاخر علشان ما تعطليش سوى اللحمه. هي مش بصوا يعني مش بتعطل قوي، تمام، بس بتاخد وقت شويه في السوى زي اي بقوليات. برضو هنحط عليها ورق لورا، وعندي مكونين نسيت احطهم دلوقتي فانا هحطهم كمان شويه، هقول لكم عليهم دلوقتي. بعد كده خلاص، بعد ما خدت اللون الحلو وبقت شكلها حلو زي ما انتم شايفين، هنحط فص ثوم كده في النص وهنشوحه شويه. اول ما تشمي ريحه الثوم كده فحفحت ودخلت مناخيرك كده وما شاء الله يعني، تنزلي بالخضار. الخضار اللي عندي انا هستعمل ايه؟ بصل وفلفل. بصل كتير، تمام. انا عندي بصل صغير شويه او صغير قوي، فانا هسيبه زي ما هو لان احنا بنحب نكهه البصل شويه. وهنقطع البصل التاني شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهتحطيها على اللحمه. وطبعا فلفلتين بس، يعني عايزه تحطي حامي حطي، عايزه تحطي بارد حطي. حاطه ده وده. بعد كده هنغطي عليها وهنسيبها شويه تشكشك مع بعضها او تاخد وتدي مع بعضها، يتعرفوا يعني على بعض البصل واللحمه. بعد كده تكوني محضره ميه سخنه بتغلي عشان ما توقفيش سوى اللحمه. تمام كده تمام. هنحط قد ايه؟ هتحطي نص كوبايه في نص كوبايه، نص كوبايه ميه سخنه. وبعد كده لما تشربها ولسه ما استوتش تحطي كمان نص كوبايه، وهكذا لغايه ما تستوي معاكي. وبرده مش عايزه اللحمه بتاعتي ناشفه. اخر نص كوبايه تحطيها، هسيبيها تغلي غلوتين وبعد كده زي ما هي تمام زي ما تشوفوا دلوقتي. هاجي هنا بصوا، دي كانت اخر نص كوبايه انا حطاها، وهي ان جيتوا الحق ربنا كانت اللحمه صغيره فكانت ما خدش مني غير نص كوبايه مع الكمره بتاعه الصينيه، فاستوت تمام. هتحطي الملح دلوقتي بقى في المرحله دي، تحطي الملح وهتحطي معاهم بابريكا وشطه لو عايزه. انا هحط شويه بابريكا عشان تخلي اللون يعني ايه يغمق شويه او يديني لون بينك شويه للحمه بتاعتنا. ممكن تحطي صلصه لو عايزه، ممكن تحطي قطع من الطماطم مقطعه مكعبات زي ما انت عايزه برضو، بس انا مش عايزه اعمل حاجه فيها طماطم او صلصه. زهقنا بمعنى اصح يا جماعه. بعد كده هتنزلي عليها ببطاطس مكعبات، تكوني محمراها عشان تاخد شخصيه كده وتبقى ناشفه ما تتهراش مني في الوصفه بتاعتنا الحلوه دي. هتقلبيها تقلبتين، وبما ان البطاطس مستويه واللحمه خلاص استوت فمش هحتاج ان اسيبها على النار. هاخد الحلوه دي وهنزلها في طاجن او في الصينيه زي ما هي براحتك خالص. انت طبعا سيبيها في الصينيه زي ما هي واستعمليها على طول. انا عشان بس التصوير وكده فحطيناها في البايركس زي ما انتم شايفين. بعد كده هنعمل ايه؟ استني عليا شويه لان لسه في مرحله كده هنعملها هتخلي الطعم خطير. هتاخدي الحلوه دي هتحطي عليها شويه زيت صغيرين وتحت الشوايه تاخد لون حلو. خدت اللون التمام، هتكوني محضره ورق فويل او ورقه بصل نظيفه تمام، هتحطي عليها فحميه صغيره وتحطي عليها ماده دهنيه ايا كان بقى، سواء سمنه او زيت او اي حاجه. وبعد كده تكمريها باي حاجه عشان طعم الفحم او ريحه الفحم تبقى في الاكل بتاعنا. وكده زي الفل و100 فل و14 وخلصنا الوصفه بتاعتنا وما خدتش وقت معانا خالص في المطبخ وكان طعمها خطير خطير خطير. رشي عليها شويه بقدونس، اللي يعني بنزركشها او بنعمل لها منظر.
وبرده بيدي طعم حلو في الاكله بتاعتنا. وبعد كده بقى تاكليها بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويا رب تكون وصفة نالت رضاكم واكون خفيفة على قلوبكم. تعالوا نشوفها بقى هنقدمها مع ايه. ممكن تقدميها على فكرة مع شوية رز ابيض بشعرية او مع مكرونة. لو حابة تعملي مثلا بدل البطاطس تسلقي مكرونة وتقلبيها جواها كده بتبقى طعمها خطير برضو. انا هقدمها بقى شويه رز بالشعريه كده. وطبعا البصل القوارمه ده او البصل الصغير ده بيبقى طعمه خطير يا جماعه، مسكر وبيدي طعم حلو جدا للوصفه بتاعتنا. اتمنى طبعا تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان تشوفي مني كل جديد او يوصلك مني الوصفات كل ما اعمل وصفه جديده ان شاء الله. اشوفكم المره الجايه على خير. مع السلامه.